السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت مدينة مجبوريريج وبالضبط في حي 500 مسكن على جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الشاب مقتبل العمر حمزة صيفي. قبل البدء الرجاء الاشتراك في القناة تدعيما لنا. الحادثة صارت ما بين المدعو لونيس الظاهر في الصورة أمامكم، وللعلم كان صديق لحمزة الضحية، حيث أقدم هذا الجاني بطعن صديقه حمزة بسكين القلب. أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات مروعة لا يجب نشرها حفاظا على مشاعر أهل الضحية، فكيف تكون أمه البارحة واليوم؟ وما زلنا أن نقول لك الله أيتها الأم. وقد عبر المواطنون من استيائهم من جراء ما يحدث في الأيام الأخيرة في تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الظاهر أن انتشار الجرائم في الجزائر في هذه الأيام الأخيرة كله راجع إلى سموم المخدرات، والأمر بقى يدق ناقوس الخطر، ويجب التدخل ووقوف كل من الأئمة رجال أمن اجتماعيون وقد رجل واحد للحد من هكذا حوادث، كما قال هذا الشيخ الذي يظهر أمامكم. إليكم هذا المقطع المؤثر للضحية وهو على الأرض ملقى في لحظاته الأخيرة. شكون اللي ضربه؟ ما تمسوش خلاص، ما تمسوش، ما تقدرش تقلبوا يشرح ولا شبيه. مين طاح؟ ما طاحش، ضربوا بموسى. وين ضربوا؟ يا هنايا. وفي الأخير رجاء للضحية بالرحمة والمغفرة.